السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يا رب يا رب تكونوا بأحسن حال، اللهم امين. طبعا معلش على الغيبة الطويلة دي، وزي ما انت شفت من عنوان الفيديو او حاولت انك يعني ايه تفهموا احنا جايين نتكلم عن ايه، وان شاء الله هتعرفوا على طول يعني. معلش على صوت الغراب اللي هتروح حواليا ده، بس عامل له ايه طيب؟ الشاهد من الكلام انا جاي اتكلم أنا جاي اتكلم ان احنا كتير من الاوقات بنكون كل اللي احنا محتاجينه في حياتنا هي لحظه هدوء. ليه بقى بيكون لحظه هدوء؟ تعال نتكلم براحه كده. هتلاقي ان انت حواليك، خصوصا في الفتره اللي انت تلاقي نفسك مضغوط فيها، طبعا الدماغ طبعا بتحاول انها تهرب من الحاجات الاساسيه اللي بتعملها، المذاكره بقى، الشغل، اي حاجه عموما يعني. فبالتالي ان هي تهرب ايه؟ تهرب ان هي دايما تبص على الحاجات اللي حواليها، تقول ده والله المفروض تعمل كذا، والمفروض انك تعمل كذا، والمفروض انك تسوي كذا، وتاخد الكورس الفلاني، كل ده ليله الامتحان تلاقي المفروض تتعلم الماني، المفروض لا برمجه، ومفروض مش عارف تاخد علم، مش عارف. كل الامور دي هتلاقيها ظاهره لك اصلا في الوقت اللي هو اصلا دي مش اولويه فيها، او مثلا دي مش الحاجه الاساسيه اللي انت المفروض تمشي عليها. فالفكره في ايه بقى؟ الفكره ان السبب في كده بيكون في سبب خاص نفسيا خاص بالدماغ، وده احنا ممكن نتكلم فيه لوحده، ان هي بتحاول انها تهرب من الحاجات الاساسيه اللي هي عاوزه المفروض تعملها. وفي سبب تاني وانا بشوف ان هو سبب مهم جدا، ان كميه المدخلات اللي بتخش على الدماغ في الوقت ده رهيبه جدا. يعني مثلا هتلاقي الشخص مثلا مضغوط، فيقوم يعمل ايه؟ فيقوم يروح والله يشوف فيديو على اليوتيوب ازاي مثلا يتعامل مثلا مع ضغط مثلا المذاكره، ضغط الشغل، ازاي يقدر يوفق ما بين حاجتين، ازاي. فتلاقي ان ويشوف فيديو ده وده وده وده، وتلاقي حتى في مجال النصائح اللي هو المفروض اصلا يخلصوا من المشكله دي، تلاقي اصلا هو بيسبب له مشكله، ان اصلا في كميه معلومات وكميه مدخلات دخلت على دماغه مره واحده. فيبدا يحس كان دماغه فيها حاجات كتير المفروض اعملها، حاجات كتير المفروض اطبقها، حاجات كتير المفروض افكر فيها. فتلاقي اصلا بدل ما كان دماغه بيبذل مجهود ان هو ازاي يتعامل مع الحاجه الاساسيه اللي هو يتعامل فيها، اللي هو شغال فيها، لا، تلاقي دماغه بيبذل مجهود اصلا المفروض اعمل ايه. فالشاهد من الكلام ان انت دلوقتي ايه المدخلات دي كلها، فتخلي دماغك حرفيا قد كده، اللي هو كده كده مليانه، فتلاقي تحت تنشن وضغط رهيب جدا، انت مش عارف تعمل ايه في، يعني مش عارف تعمل ايه. تلاقي نفسك مثلا قايم تعمل حاجه مثلا، وخلاص انا قايم هو من على المكتب اعمل حاجه، وانا كنت قايم ليه؟ يا ابني ما انت لسه قايم من دقيقتين، من ثانيه كنت لسه مش عارف. انا مش فاكر، فعلا مش فاكر. مش فاكر ليه؟ في حاجات كتير عماله تتحرك في دماغك، في تشوش، في كده نوع من انواع التشتت موجود في دماغك. فالسبب في حاجه شبه كده هي كتر المدخلات باي نوع من الاشكال او باي شكل من الاشكال يعني، موجوده في حياتنا. فلازم النقطه دي لازم الانسان يستدركها، ولازم يبقى عارف حاجه شبه كده. تمام. طب يا عم احمد، انت دلوقتي قلت ان بسبب المدخلات وبسبب حاجات كتير موجوده في حياتنا. طب ايوه، انا اعمل ايه يعني؟ انا اسوي ايه برضه؟ ما انا ما فهمتش. والله بص، انت عاوز نصيحتي؟ انت لازم تهدى. يعني ايه لازم تهدى؟ لازم تهدى كده وتعطي لنفسك فرصه ان هي تفكر بجد، وتعطي لنفسك فرصه ان هي تفرغ اللي موجود في دماغك. بمعنى ايه؟ بمعنى طول ما دماغك تحت التنشن وتحت الضغط اللي محطوط عليها بسبب المدخلات الكتير اللي انت غالبا ما انتش واعي بيها، وما انتش عارف ان هي دي سبب المشكله، او هي دي سبب الحاجه الاساسيه اللي مسببه لك مثلا النوع من انواع الاكتئاب، سبب نوع من انواع مثلا انك حاسس انك عدم الثقه بالنفس، انك ما حققتش حاجه، انك. وممكن على فكره، والمشكله والخطيره ان انت حرفيا ممكن ما تكونش واعي بيها ومفكر ان دي حالك فعلا. تمام، ومفيش مشكله. دي بالنسبه لاول حاجه. تاني حاجه انك لازم تهدى كده عشان خاطر تعرف تصفي دماغك، زي ما قلت انك تصفي دماغك في الاول. بعد كده تاني حاجه بقى تبدا انك تصفي كل اللي انت بتفكر فيه على ورق كله، ما تسيبش اي حاجه في دماغك. كل حاجه انت بتفكر فيها حاول انك تفضيها على ورقه قدامك. طيب انا المفروض ان انا صفيت كل حاجه من دماغي وعلى ورق وتمام زي ما انت قلت، المفروض اعمل ايه بعد كده؟ عارف المفروض تعمل ايه؟ المفروض انك تنعزل. انعزل. مفترض انك تنعزل. يعني ايه تنعزل؟ انعزل ان بيجي على الانسان كده فترات هو انت ملزم بحاجه معينه، يبقى انعزل عن اي حاجه تانية. السوشيال ميديا هتسبب لك الانبوت وهتسبب لك حاجات مؤثرات الاحباط دي مثلا. ومثلا كمثال، ناخد مثال الناس مثلا اللي ثانويه عامه، حاليا بقى اللي هو ايه، انا والله عاوز اجل، انا والله مش عارف اعمل ايه في الماده الفلانيه، ده انا متاخر وما فتحتش حاجه، انا مش عارف كذا، انا كذا انا كذا. فعلا بيكون فعلا في مشاكل كتير. لكن انا بتكلم في الشخص التاني مثلا، اللي هو انت ليه تعرض نفسك لكل ده؟ يعني انت مثلا ليه تعرض نفسك لكل الحاجات دي؟ ما تنعزل، ابعد عن كل الحاجات دي في الفتره الحاليه لحد ما انت تبقى كويس، ولحد ما انت تعدي الخطوه وتعدي مثلا التاسك او مثلا الامتحانات اللي وراك. انعزل، ابعد عن السوشيال ميديا، ابعد عن اي حد يسبب لك اي ضغط باي شكل من الاشكال. لو كان اهلك بيسووا لك كده، اكتفي انك تاكل معاهم وتشرب معاهم، بعد كده مثلا تقعد في اوضتك تنعزل الفتره الحاليه. لو كان صحابك، ابعد عنهم الفتره الحاليه. لو كان اي حد محيط بيك، حساباتك على السوشيال ميديا، ابعد عن كل الحاجات دي. فاول حاجه فعلا لازم انك تنعزل. تاني حاجه تاني حاجه وهي حاجه اساسيه برضو،
لازم انك تفكر في اي حاجه انت بتعملها انت بتحبها ولا لا. هتقول لي طب انا مش حابب مثلا انا مش حابب الثانويه عامه، او مثلا مش حابب الشغل اللي انا بعمله حاليا. انت مش حابب اللي انت بتعمله، افتكر انت بتعمله ليه. ما هو ايه يعني، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. على فكره الكلام ده حقيقي، يعني فعلا ان انت مثلا إيه، انت مضطر انك تعمل حاجه فاعمله، اتقن عملك فيه، وادع ربنا سبحانه وتعالى ان انت يا رب انا برغم ان انا مش حابب الحاجه دي بس انا بعملها عشان انت امرتني ان انا اتقن عملي واتقن الشغل اللي انا بعمله ده، فيا رب اكرمني وارزقني بالحاجه اللي انا بحبها. فلازم انك ترضي ربنا سبحانه وتعالى في الحاجه اللي انت بتعملها حتى لو ما كانتش على هواك، لان مش كل حاجه احنا بنعملها على هوانا، وغالبا معظم الحاجات ان الشخص بيعملها ما بتكونش على هواه، وهي ده حال الدنيا يعني عموما. بس الفكره انك لازم ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يعني سبحان الله ممكن يغرس في قلبك حب الحاجه دي، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك الحاجه دي ويوديك للحاجه التانيه بس بالصوره المناسبه ليك، لان ممكن يكون تاخرك عن الحاجه اللي انت بتحبها ده هدف من الله سبحانه وتعالى ان هو يريد لك الخير، يريد لك انك تروح على اكمل وجه. فما تنساش النقطه دي. طيب افرض بقى الحاجه دي فعلا بحبها، حاجه انت بتحبها خلاص بسيطه. يعني انت اعتقد مثلا حب الانسان ان هو يتطور وان هو يبقى احسن، اعتقد ان الشهوه دي عنده افضل كتير من شهوه ان هو يقعد يستمع للي حواليه. انت حابب حاجه معينه خلاص برضو لا تكف عن الدعاء، لا تكف عن تضرع الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت انت بتعمل الحاجه اللي انت بتحبها. فاستحضر انت بتعملها ليه وانك عاوز توصل ليه، ودايما استحضر النتيجه القريبه. خلي دايما عندك كده ايه، خلي عندك هدف ثابت. مثلا وليكن انت طبيب مثلا، الطبيب ده عاوز مثلا بعد عمر الفلاني يكون مؤثر على البشريه بشكل كويس، يكون نشر ابحاث، يكون عامل مثلا خير للبشر عموما. لكن في اوبجيكتيف او مثلا اهداف اصغر او اهداف جزئيه دي بيحققها على مدار الفتره القصيره اللي هو موجود فيها حاليا. لو مثلا والله هو دلوقتي عاوز يحضر معادله فلانيه، عاوز مثلا ينشر رؤيه بحثيه في المجال الفلاني، فدايما خلي عندك ان انت يكون عندك اهداف صغيره امشي عليها واحده واحده واحتفل بيها، يعني واحتفل بنجاحك فيها. هتقول لي يعني احتفل مثلا بنجاح ان انا خلصت الامتحان الفلاني او الاختبار مثلا الشامل الفلاني؟ احتفل، احتفل والله. اعطي لنفسك فرصه، عود نفسك على ان هي تاخد الدوبامين من حاجه مجتهد فيها. ما تعودش نفسك ودماغك ان الدوبامين بتاعها يكون من خلال الريلز، يكون من خلال الحاجات دي، يكون من خلال شهوات الظهور، شهوه مش عارف كذا، او شهوه مثلا انك تتفرج على اي حاجه عموما هتعطيك نوع من انواع الدوبامين السريع. لا انت مثلا لما هتجتهد في الامتحان وبعد كده تلاقي نفسك جاي في درجه كويسه، هو امتحان حتى امتحان شامل تدريب، بس هتلاقي نفسك دماغك افرزت الدوبامين على حاجه تستاهل، فانت كده بتعمل لها ريسايكلينج وبتعودها ان هي لا انا مش هفرح الا في الحاجات دي. فانت دايما افرح بالحاجات البسيطه اللي انت بتحققها، فدي حاجه مهمه جدا. وزي ما قلنا انت لازم انك ترضي ربنا سبحانه وتعالى حتى لو الحاجه دي انت ما بتحبهاش. لازم انك تنعزل وتبعد عن اي حاجه تسبب لك اي نوع من انواع الضغط. لازم تفرغ كل اللي موجود في دماغك خلال الفتره الحاليه او في اي فتره انت مضغوط فيها، عشان خاطر انك تقدر تفكر وتقدر تنتج وتقدر فعلا توصل للمرحله او للنقطه اللي انت عاوز توصل لها. فلازم كل الامور دي انت تخلطها كلها على بعض كده عشان خاطر تقدر انك تهدى. لما هتهدى فعلا وقتها هتقدر انك تنجز، وهتقدر ان نفسك تحافظ عليها. وعلى فكره يا شباب يعني نصيحه كده، يعني ممكن يكون اخوك صغير او اخوك كبير، او خدها نصيحه كده وبجد هتفرق معاك. اهم حاجه فعلا صحتك النفسيه، اهم حاجه صحتك النفسيه. طالما انت اجتهدت، اصل في ناس تقول لك ايه صحتك النفسيه خلاص بقى لا مش يعني خلاص يا عمي يعني المذاكره ومش عارف عملت ليه مش عارف ايه. لا اجتهد واعمل اللي عليك، بس ما تنساش ان اهم حاجه صحتك النفسيه. ما تنساش ان اهم حاجه انك لازم انك تهدى، وان مفيش اي حاجه تانية تستاهل. مش لما يحصل لك اي عرض جانبي سواء كان صحي سواء كان نفسي من حاجه، لا يبقى تولع الحاجه دي بصراحه يعني. اهدى خالص وخليك راسي كده، واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد لك الا كل خير والا كل انك تكون كويس. ولو كان حاجه انت نفسك فيها واتاخرت ممكن يبقى هي مش الخير ليك، او هي مش الخير ليك بالصوره الحاليه، او مثلا انت مش مؤهل انك تاخدها دلوقتي. فدايما ندعي ربنا سبحانه وتعالى انك تكون مؤهل للحاجه اللي فيها الخير ليك وبس. اهم حاجه انك تهدى بجد، اهم حاجه انك تهدى، اهم حاجه انك تقدر انك تحقق كل اللي انت عاوزه بس وانت محافظ على صحتك النفسيه. يعني يا عمي بقيت اغنى رجل في العالم، يا عمي بقيت احسن، طلعت الاول على الجمهوريه، طلعت مثلا حققت كل اللي انت عاوزه او انت شايف انك عاوزه، ونفسيتك وحشه وبعيد عن اهلك، بعيد عن اصحابك، مالكش اصحاب كتير، مالكش علاقات كويسه، بعيد عن ولادك، بعيد عن زوجتك، بعيد. ايوه استفدت ايه؟ بعيد عن ربنا ده قبل كل حاجه. انا مش عارف ازاي نسيت حاجه شبه كده او مثلا اخرتها. بعيد عن ربنا، ايوه استفدت ايه؟ لان على فكره للاسف اوقات كتير الحاجه النفسيه دي بتؤدي لسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه، ما استفدتش اي حاجه، حرفيا انت ما استفدتش اي حاجه. بس اهدوا كده وربنا يا رب يعين كل واحد. واسف يعني على صوت الغربان اللي عماله بتظهر في الفيديو دي، فمعلش.
وان شاء الله هسيب في الوصف القناه بتاعتنا على التليجرام. القناه دي احنا بننزل عليها مثلا لو حد عاوز يشارك تجربته بننزل عليها حاجات اول باول، مثلا الفيديو قبل ما ينزل كده، فيعني اشتركوا فيها وان شاء الله هتكون لها فائده باذن الله يعني. وهي كوميونتي لطيف يعني، والناس اللي فيه لطيفه يعني. بس ربنا يا رب يعينكم يا رب ويوفقكم، اللهم امين، ودمتم بخير. سلام.